انت مال امك، كنت على سرير الموت. ساعتها اكتشفت انه في نص صح، هو ولا في واحد صح ولا في واحد غلط. وانا صغير عم بغير العالم. كنت في الشغل من يومين وحصل حته موقف كده. احنا بنبدل شيفتات انا وواحد صاحبي، تمام. فصاحبي اللي بيستلم مني الشيفت كان مشغل التيك توك وكده على دخلة زبون جاي يشتري حاجه من المكان. وهو بيقلب على التيك توك وصل عن توكر، يعني حصلت مشكله في فرحه وكده، والموضوع عليه بروباجندا والناس كتير قوي بتتكلم عليه. انا مش متابع فما اعرفش الحكايه، بس سمعت يعني الزبون بيقول لصاحبي بقى عنده حق الجيل اللي طالع ده ما يهتمش بالتعليم ولا الدراسه، يروح يفتح تيك توك لايف ومنه يكون معاه فلوس ومنه يبقى ايه مشهور. فبقول له، انا برد عليه بقى بقول له هو ملهوش علاقه، هو انا مش بتعلم عشان اوصل للي هو وصل له، او عشان انا او رابط نفسي بيه. بيقول لي، بقول له ده خسر كل حاجه. قال لي خسر ايه ده؟ لا ما خسرش حاجه. قلت له لا ده خسر اخرته وخسر دينه وخسر رجولته وكرامته. رجع قال لي لا انت كلامك صح، ماشي انا معاك، انت بتفكر في الاخره بس انا بفكر في الاتنين، ليه ما اخدش دنيا واخره يعني. قلت له ماشي عادي، في ناس كتير امثله كتير لو قلتهم لك عادي واخدين الاتنين وناس محترمه كويسه. قال لي لا ده لو نزل الشارع مش عارف الناس هتتلم عليه واللي عاوزين يتصوروا وكده. قلت له لا ملهوش علاقه يعني، عادي. عندك دكتور كريم علي عنده 10 مليون متابع على اليوتيوب، بس السيشن بتاعته مش عارف ب 2500 دولار، فملهوش علاقه. قال لي والله لو مين، لو دكتور ايه او مش عارف ايه هيتلموا على التيك توكر ده، مش هقول اسمه يعني. فانا مجرد ما لقيته هو اصلا بيتجادل فانا سكت، وهو قاعد يكمل. فبيقول لي هي البلد دي كده، هما الناس اللي عملوا كده يعملوا من الخرا جوهرة، فاهم؟ مش دعوة بكل ده، فاهمني؟ كده البلد هي اللي عاملة كده، البلد عاوزة بلد. فانا اتضايقت من جوايا، ليه تقول كده؟ انت ليه رابط نفسك، يعني ليه رابط نفسك بحاجة خارج تحكمك؟ يعني انت دايرة تحكمك هي دي مثلا، انت ليك تحكم على الدايرة دي بس، مالكش اي تحكم خارج الدايرة دي، تمام؟ فانت ليه رابط النجاح بتاعك، رابط نجاحك او فشلك من بره الدايرة دي؟ ليه رابط نجاحك او فشلك بالبلد اللي انت فيها؟ على فكرة في بلاد اسوأ من كده بكتير، في اصلا بلاد متدمرة ما فيهاش امان يعني. ده اولا. اكيد البلد ليها دور معين انها تساعدك، تمام، انا مش بختلف معاك، ولكن ما تربطش نجاحك او فشلك. الفاشل لو وديته اي حته في العالم هيفضل فاشل، والناجح لو وديته اي حته في العالم هينجح، لان دي مايند سيت او طريقه عقليه تفكير، فاهم؟ فهي ما بتتربطش خالص بالاشياء اللي خارج نطاق تحكمك، تمام؟ فانت ليه تربط نفسك او تربط نجاحك او فشلك خارج الدايره بتاعتك؟ انا قعدت افكر كتير، انا ما قلتلوش كده طبعا، مع انه بسم الله ما شاء الله يعني هو راجل محترم وذوق واخلاق وفي مكانه كويسه، يعني هو مستواه المعيشي باين عليه ان هو طبقه متوسطه او فوق المتوسطه بشويه، فهو مرتاح كمان. استغربت طريقه تفكيره او عقليته واتضايقت، يعني ليه انت اصلا يعني زي عارف فكرني بالناس اللي هم بيلوموا اهلهم او بيلوموا الظروف او بيلوموا صحابهم، اللي بيقعد يقول امي هي السبب، ابويا هو السبب. انت مال امك انه في ناس صح، هو ولا في واحد صح ولا في واحد غلط. انت مال امك، مال اهلك، مال ابوك؟ محدش ليه تحكم على نجاحك او فشلك. ما تقولش امي هي السبب، ما تقولش ابويا هو السبب، ما تقولش اهلي هم السبب. مفيش حد هو السبب في فشلك، انت السبب في فشلك. فما تعلقش شماعة الاعذار على ناس. يمكن في جزء، مش هقول لك لا، مش يمكن فعلا هم في جزء مش فاهمينه او مش شايفينه وخايفين عليك فبيعملوا كده، ده تمام. بس خلاص انت ترضيهم اهم حاجة، وبعد كده بقى تروح تسعى انت بقى. مش لازم هم اللي يساعدوك، مش لازم هم يعملوك، مش لازم يشجعوك، مش لازم اي حاجة. يعني عادي، ما ابويا شايف الفيديوهات دي ملهاش لازمة، يعني انا لازم اقول ابويا هو اللي احط ايدي على دماغي كده واقعد اسال بقى واقول الفيديوهات دي ملهاش لازمه؟ بس ما اربطش نفسي بحاجه خارج نطاق تحكمي. ليه اربط نفسي بحاجه خارج نطاق تحكمي؟ الموضوع بكل بساطه، شوف الحاجه اللي انت ليك تحكم فيها واعملها بس. محدش طلب منك اصلا ان انت تشتغل على حاجه بره، خارج يعني خارج نطاق تحكمك، تمام؟ بعد كده فكرت في لمده يومين كده، الموضوع ده من يومين. هو حطيت نفسي مكانه بقى، فقلت ممكن هو شايف الموضوع من وجهة نظره هو مقتنع بيه، وانا شايف الموضوع من وجهة نظري انا،
فانا مقتنع بيه. فانا اديك مثال دلوقتي، شايف المشط ده؟ انا لو عملته كده ايه اللي حصل؟ السنون من ناحيتك انت، تمام؟ انت شخص قاعد قدامي والسنون دي من ناحيتك انت اهو، السنون دي من ناحيتك انت، تمام؟ والملمس التاني الناعم ده من ناحيتي انا، يعني هيبقى كده، تمام؟ فانت شايف السنون، لو جيت قربت من السنون هتتشوك طبيعي. لو قعدت تضغط كده اهي ايدي، ضغطت كده اهي كده، هتتشوك. فانت شايف انا شايفك بتتألم لما بتقرب من دي. في الناحية التانية بقى اللي هي ناحيتي دي الناعمة، بص الناحية الناعمة، انا مثلا لو قعدت هخليها من ناحيتك، لو جبت ايدي اهي وعملت كده مش هتشوك، شايف الملمس ناعم. فدلوقتي انت شايف الجزء ده وبتقول لي انا بتوجع، وانا شايف الجزء ده وبقول لك لا ده جميل وناعم. فانه في ناس صح، هو ولا في واحد صح ولا في واحد غلط، انتوا الاتنين صح. ولكن هو شايف من منظوراته الفكرية وانا شايف من منظوراتي الفكرية، فبنحكم على الشيء على الحاجة اللي احنا شايفينها بس، مش شايفين الصورة كاملة اللي هو اصلا في ناحية وناحية. مش معنى كده ان هو يعني ناحيته وحشة وانا ناحيتي حلوة، لا، احنا كلنا عندنا المشت اللي هو من ناحيتين، ولكن انت بتشوف اللي عاوز تشوفه وبتسيب الباقي. هو شايف الجزء الوحش اللي بيشوك ومش شايف الناعم، وممكن انا شايف الجزء الناعم ومش شايف الوحش. فمش معنى كده ان هو صح او انا صح، احنا مش عاوزين نوصل للي مين صح، احنا عاوزين نوصل ان احنا نشوف الصورة كاملة، ما نحكمش على الحاجة. يعني انا لو عملت لك كده انت شايف ايه؟ شايف السنون بس، فانت حكمت على الحاجة ان هي ايه؟ وحشة. ولو عملت لك كده شفت ايه؟ شايف الحتة الناعمة، فانت حكمت على الحاجة ان هي حلوة. انت ما لو عملت لك كده انت شفت الصورة كاملة دلوقتي، شفت ان في جزء ناعم وجزء ايه؟ بيشوك. فراجعت حساباتي، كنت في الاول متضايق ومتعصب عشان انا مش شايف ان انت تحط اعذارك على البلد اللي انت مولود فيها، على اهلك، دول مالهمش دعوة بنجاحك او فشلك، انت بس اللي ليك دعوة بنجاحك او فشلك. قعدت افكر في الموضوع، لقيت نفسي اتضايقت شوية، ولكن ممكن هو عذرته ان هو ممكن يبقى مش شايف الموضوع اصلا كامل، ممكن شايف من الجانب الوحش بس. فعلا هو في جزء وحش من الصورة، ما انا برضو مش هقعد اقول ايجابية والدنيا جميلة وحلوة وفي الاخر هي برضو في جانب وحش طبيعي. بس انا بركز على اللي في ايدي. كان في كتاب الاعداد السبع بيقول لك ايه، كنت وانا صغير هموت واغير العالم، واما قعدت اكبر شوية لقيت نفسي مش عارف اغير العالم، فقلت اغير الدولة بتاعتي. بعد كده كبرت شوية اكتشفت ان انا مش قادر اغير الدولة بتاعتي، فقلت اغير عيلتي. مع الوقت اكتشفت ان انا مش قادر اغير عيلتي، فقلت هبتدي اغير نفسي. لما ابتديت استوعب ان اغير نفسي كنت على سرير الموت، ساعتها اكتشفت ان انا كنت المفروض ابتدي بنفسي. بعد كده مع الوقت كان ممكن اغير في اللي حواليا اللي هم عيلتي، مع الوقت كان ممكن عيلتي نغير القرية بتاعتي او المدينة بتاعتي، مع الوقت كنت ممكن اغير الدولة بتاعتي، ويمكن كنت ممكن اغير العالم. فانت على حسب هتبتدي ازاي ومنين. يعني ده شخص كان عاوز يغير العالم في الاول، بادئ من الحتة الكبيرة وما بدأش بنفسه الاساس. ابتدي بنفسك، ابتدي بالحاجات اللي معاك. عاوز اغير العالم وانت ما غيرتش نفسك اصلا، يعني طب ازاي هتغير العالم وانت ما غيرتش نفسك؟ المغزى من الفيديو ايه؟ ان انت ابتدي بنفسك اولا، وما تبصش للاشياء بمنظور واحد، بص من الناحية الطرف التاني. يمكن انت صح وهو صح، مفيش حد فيكم غلط، ولكن كل واحد باصص من الناحية بتاعته وسايب الناحية التانية. بص على الصورة كاملة قبل ما تحكم عليه. اولا ابتدي بنفسك، ثانيا انظر للصورة كاملة قبل الحكم، ثالثا ما تبصش خارج نطاق تحكمك. الدايرة بتاعت تحكمك هي دي اللي تشتغل عليها، مالكش دعوة بقى بالحاجات التانية اللي خارج نطاق تحكمك. يعني الحاجات زي ايه؟ زي الدولة بتاعتك، زي ابوك وامك، يعني الحاجات دي انت مش هتعرف تغيرها. غير نفسك عشان الحاجات دي تبتدي تتغير، اما انت ما تغيرش الحاجات عشان انت تتغير. بس سلام.